النهارده حركتي فتح وحماس توصلوا في القاهرة لتفاهم حوالين كل أو كافة قضايا الخلافات ما بينهم. حركة فتح الفلسطينية اللي بيقودها الرئيس الفلسطيني محمود عباس وقعت اتفاق مع حركة حماس برعاية مصرية لتشكيل حكومة مؤقتة وتحديد ميعاد للانتخابات العامة. في مصادر وضحت أن مشاورات أسفرت عن تفاهم تام على نقاط المناقشة، بما في ذلك وضع اتفاق مؤقت بمهام محددة لتحديد موعد الانتخابات. المهم احنا اللي هيلقي الضوء على الموضوع ده معانا الخبير الاستراتيجي اللواء سامح سيف ليازل. اهلا بحضرتك. ازيك يا سيادة اللواء؟ ايه اخبار وتفاصيل الاتفاقية اللي تمت النهارده بين فتح وحماس لتوفيق الامور بينهما؟ نعم، حضرتك عارفة ان كان هناك محاولات مصرية خلال السنوات الماضية في جمع الفصائل الفلسطينية ولم الشمل الفلسطيني. الحقيقة السبب الرئيسي في هذا هو الشعب الفلسطيني، يعني مصر بتبذل هذا المجهود الكبير لأن الشعب الفلسطيني المشتت اللي مش قادر ياخد حقوقه حتى الآن، اللي مش قادر يقعد على ترابيزة مفاوضات قدام إسرائيل، لأن إسرائيل بتنعم بأن الفصائل الفلسطينية مقسمة وأن الفصائل الفلسطينية ليست على وفاق. وبالتالي كانت المحاولات المصرية دائما ووضع الحقيقة الموضوع الفلسطيني على قائمة أولويات مصر مساهمة ودعما للشعب الفلسطيني بشكل أساسي، لأن الشعب الفلسطيني الحقيقة في وضع غير جيد. نيجي بقى عدة محاولات تمت، وفي آخر محاولات كان عدة محاولات دائما بيبقى في شوية مشاكل بتمنع التوقيع على الاتفاق. آخر مرة كان أبو مازن وقع على الاتفاقية الأخيرة، وكانت حماس رفضت التوقيع على الاتفاقية في آخر لحظة بعد الاتفاق عليها. كانت هناك بعض نقاط الخلاف التي تم الاتفاق عليها، وكان لعبت مصر الحقيقة دور هام للغاية حتى بعد قيام الثورة. ايه أهم النقاط دي اللي كانت عاملة المشكلة؟ مسائل الأمنية ومسائل الانتخابات، يعني تحديدا في المسائل الأمنية ومسائل الانتخابات والحكومة التي ستشكل بعد ذلك. هي دي يمكن نقاط الخلاف الرئيسية. اتفقوا على تشكيل الحكومة هنا عندنا في مصر؟ الحقيقة كان في إصرار على عدم تعديل الاتفاقية التي كانت مصر مش طرفا فيها، ولكن كانت مصر بتحاول أن تجمع الأطراف كلها على التوقيع عليها. وما حدث اليوم هو توقيع ملحق لهذه الاتفاقية اتفقت فيها الأطراف المختلفة اللي هم حماس تحديدا والسلطة الفلسطينية على بعض النقاط التي كان عليها خلافا، بحيث أنها أصبحت الآن جميع النقاط متفق عليها بعد توقيع على هذا الملحق اليوم في القاهرة. تم الاتفاق أيضا، يمكن ده خبر جديد، أن يوم الأربعاء القادم سيتم دعوة أبو مازن وخالد مشعل وباقي ممثلين عن باقي الفصائل الفلسطينية إلى القاهرة للتوقيع على الاتفاقية الرئيسية. وبالتالي يبقى ان شاء الله يوم الاربعاء يعدي على خير والناس تيجي، يبقى احنا كده ما فيش مشاكل نهائيه بين قطاع غزه او حماس تحديدا والسلطه الفلسطينيه في رام الله. طب افهم من الكلام ده سياده اللواء يعني ان سيادتك متفائل تماما حوالين التوقيع على الاتفاقيه الرئيسيه؟ يعني احنا التاريخ علمنا ان كان دايما بيبقى في اتفاق مبدئي وفي الناس كلها مجمعه على حاجات معينه، ولكن نيجي بقى للاتفاقيه الرئيسيه ونيجي لوقت التوقيع وتحصل مشاكل ما بين الفصائل. لا الشكل الحالي مطمئن للغايه. الشكل الحالي يوحي بان الاطراف كلها فعلا جادة في الانتهاء من هذه المشكلة. الأطراف وصلت مصر، وعلى فكرة كان هناك بعض يعني لم تعلن مصر عن بعض الوفود التي كانت تحضر، يعني التوقيع النهاردة سبقوا مراحل كثيرة من زيارات مختلفة لبعض الممثلين المختلفين، وكانت مصر تعمل بجدية شديدة في هذا المجال، والأجهزة المعنية في مصر تعمل فيها بسرية تامة حتى يتم التوقيع الذي تم اليوم. الحقيقة هناك دور فعال قامت به أجهزة مختلفة في مصر، لولا هذا الدور ما كان يمكن على الإطلاق توقيع الاتفاقية التي تم التوقيع أو ملحق الاتفاقية التي تم التوقيع عليها اليوم. طب ما هي أهم البنود التي تم الاتفاق عليها النهارده؟ هو كان هناك مشاكل أمنية كبيرة بين الطرفين، تشكيل الجهاز الأمني الجديد، من سيقوم بقيادته، ما هي الأعداد التي ستكون ما بين الجانبين، المعابر والسيطرة على المعابر في الدخول والخروج وممثلين عنها، أيضا أسلوب الانتخابات وتوقيتات الانتخابات القادمة، المجلس الفلسطيني وشكله، كل هذه الحقيقة يعني كانت في نقدر نقول التشطيبات النهائيه للاتفاق الذي كان تم الاتفاق عليه من قبل بمشاركه مصر فيه. المعابر المصريه مذكوره في هذه الاتفاقيه؟ كل المعابر. يعني ايه اهم تفاصيل بند المعابر؟ كلنا نعلم ان المعابر كانت من قبل وجود حماس في قطاع غزه، كان هناك ممثلين من السلطه الفلسطينيه موجوده على المعابر، وكانت هناك ممثلين ايضا من الدول الاوروبيه المشتركه كان موجوده في الجانب الاخر من الجانب الفلسطيني.
وعندما انسحبت القوات او يعني ممثلين الاتحاد الاوروبي، وايضا انسحبت او مشيوا يعني طردوا العناصر الامنيه الخاصه بالسلطه الفلسطينيه، فتم غلق المعابر لحين الاتفاق على كيفيه فتح هذه المعابر تحت سيطره من على الجانب الاخر. اعتقد ان الامور النهارده تم الاتفاق عليها تماما، وضحت وهناك اتفاق كامل على اسلوب الاداره ومن يكون موجود وعلى الاعداد. كل هذا الحقيقه انتهى منه. انا عايز اقول ما فيش مشكله حاليا لغايه يوم الاربعاء القادم ان شاء الله سيتم التوقيع في حضور القيادات الفلسطينيه المختلفه والفصائل الفلسطينيه المختلفه، وستنتهي المشكله الفلسطينيه ان شاء الله، حتى بقى نبدا مرحله جديده وهي كيف نتفاوض مع اسرائيل على الحصول على حقوق الشعب الفلسطيني واراضيه. سيادة اللواء، يعني هو بعد الثورة المصرية كانت هناك يعني ثورة أخرى في قطاع غزة. الثورة كانت مستلهمة من الثورة المصرية بشأن الاتفاق الداخلي الفلسطيني. بعد اللي حضرتك قلته ده كله، فعلا الشارع الفلسطيني وقطاع غزة تحديدا هيشهد هذا الوفاق؟ مفيش أي خلاف تاني ولا في أي مطالبة من أبناء غزة بعودة هذا الاتفاق؟ لا، أنا تصوري الآن أن هناك أفراح بالفعل في الجانب في الشارع الفلسطيني في الجانبين، سواء كان في رام الله او في غزه. الشعب الفلسطيني لا يريد ان يكون هناك فرقه. على فكره الحركه بين غزه ورام الله، يعني هناك اقارب موجودين في رام الله وعائلات اخرى موجودين في غزه، الحركه بينهم حركه قليله للغايه، ويجب ان يحصل على موافقات امنيه، ويجب ان يحصل على هناك يعني حد من هذه الحركه، وهناك حد من لم شمل الاسر، حتى الخروج والدخول من غزه في حد ذاته. بالضبط كده. ولكن ما حدث اليوم سيعيد الوضع الطبيعي، أن العائلات الفلسطينية تتحرك، تتقابل، تتزاور، تسافر بين الجانبين وتتحرك. إذن يعني الجميع مستفيد. النهارده بعد ما تم التوقيع على ملحق الاتفاقيه الجديده، انا بتصور ان الشعب الفلسطيني في فرح. طيب حضرتك ذكرت اسرائيل وضروره النظر اليها بعد ما حدث من اتفاق في الشان الداخلي الفلسطيني. معايا هنا الخبر بيقول انه نتنياهو قال بعد اعلان حماس وفتح انهما تجاوزتا الخلاف فيما بينهما على السلطه ان تختار اما السلام مع اسرائيل او السلام مع حركه حماس. لا، هي المساله مش كده. اولا يجب على نتنياهو أن لا يخير الشعب الفلسطيني في اتخاذ قراره ومصيره. هذا ليس حقه وليس له أن يعطي الخيار. الخيار هو خيار فلسطيني صرف. الشعب الفلسطيني يرى ما يراه لصالحه دون أن يتدخل معه نتنياهو أو أي حد من الحكومة الإسرائيلية. الحكومة الإسرائيلية في نظر الشعب الفلسطيني هي حكومة تحتل أرضه، وبالتالي ليس له حق المحتل أن يفرض على من يحتله أن يتقابل معه أو يفرض عليه أي شروط. وبالتالي الشعب الفلسطيني هو الذي يقرر مصير نفسه، وليس لنتنياهو الحق نهائيا أن يتحدث بهذا الأسلوب. سيادة اللواء، الاتفاقية جت في وقت يعني بعد شهرين تقريبا من الثورة أو بعد 3 شهور من الثورة. التوقيت بتاعها دلوقتي هل ليه علاقة بالثورة نفسها؟ أقول لك، هو بالتأكيد الانطباع العام أن هناك حرية، هناك ديمقراطية، الشكل العام قد يكون بعد في الحكومة السابقة أو في ما قبل 25 يناير كان هناك يمكن بعض الشد والجذب مع حماس، وهناك كان حساسية شوية مع قيادات حماس. أنا بتصور الشكل الجديد النهاردة أن مصر بابها انفتح على الجميع لصالح الجميع ولصالح مصر. مصر مهتمة أيضا بقطاع غزة لأن هناك 14 كيلومتر حدود مشتركة مع هذا القطاع، يجب على مصر أن تؤمنها، لأن الحدود الشرقية لمصر حدود هامة وحدود استراتيجية وهو أمن قومي لمصر، لأن جزء منها 14 كيلو مع غزة والباقي مع إسرائيل الحد الشرقي، وبالتالي تأمين هذا الحد الشرقي هو شيء يهم مصر للغاية ويؤثر على أمنها القومي. وبالتالي ليس فقط هذا هو الدافع الرئيسي، ولكن الدافع الرئيسي كما قلت من الأول هو مساعدة الشعب الفلسطيني على أن يقف أمام إسرائيل ويستطيع التفاوض للحصول على حقه. وبالتالي اللي عايز أقوله تاني بقى بوضوح شديد، ما حدث في مصر بعد ثورة 25 يناير والروح الجديدة شجعت الأطراف على أنه ما فيش هارد فيلينجز، ما فيش بقى شعور هناك بعض التفاعلات مع الجانب الآخر، عدم قبول بعض الشخصيات، في بعض الأسماء عليها ده حساسية. أصبح هذا الكلام غير موجود، وبالتالي حصل انفتاح شديد مع جميع الشخصيات، مما أدى الحقيقة إلى أن تتمشى الأمور بشكل جيد ويتم التوقيع على الملحق النهارده. يعني حضرتك بتتوقع الاستقرار في قطاع غزة الفترة القادمة؟ ما فيش سبب آخر بقى، عايز أقول ما فيش أعذار أخرى ما يبقاش في استقرار. الشعب الفلسطيني يجب بقى أن يعيش في استقرار، ويجب أن يعيش بوضع أفضل بكثير مما هو عليه. يعني يجب أن يتم الإعمار في غزة. غزة مدمرة،
فمنذ حرب غزه اسرائيل عملت فيه، فيجب هناك اموال قد اعطيت بالفعل وموجوده من الاتحاد الاوروبي ودول كثيره ودول الخليج جاهزه لان تتم ضخها في غزه لبناء غزه من اول وجديد. الانفراستراكشر او البنيه الاساسيه متهدمه في غزه، والشعب الفلسطيني في غزه يعيش في ظروف سيئه للغايه، وعلينا ورغم هذه الظروف الا انه يعني بيحاول انه ياخذ حقه في الحياه بالتأكيد. بالحريه، وهذا حق له. صحيح. بالتأكيد. سياده اللواء سامح سيف اليزر، شكرا جزيلا لحضرتك على هذا التوضيح بشان اتفاقيه فتح وحماس التي تمت بالقاهره. شكرا.